بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن مباراة الزمالك وبيراميدز، وهقول لكم سبب غياب شيكابالا عن المباراة، وايضا سبب عدم وجود كابتن اسماعيل يوسف مدير الكرة على دكة البدلاء. النهارده كابتن اسماعيل ما كانش موجود على الدكة، هقول لكم السبب برضه. في البداية مباراة الزمالك وبيراميدز النهارده طبعا كلنا تابعناها، انتهت بالتعادل السلبي 0-0. مباراة متكافئة ما بين الفرقتين. حسيت النهارده ان مستر فيريرا مش عايز يخسر، يعني كان منظم دفاعيا بشكل كبير جدا. اهم حاجه كان بيهتم بيها النهارده مستر فيرا الناحيه الدفاعيه، وكان بيلعب 4-3-3. شفنا طبعا في قلب الدفاع عبد الغني وحسام عبد المجيد، المسلوسي ناحيه اليمين، عبد الشافي ناحيه الشمال، دونجا واشرف روقه وسيف جعفر. وهو كان يعني حريص مستر فيرا يقفل نص الملعب عشان يقفل على فريق بيراميدز، ان هو عارف ان في خطوره لنادي بيراميدز في نص الملعب. عنده نص ملعب قوي، عبد الله السعيد وبلاتي توريه ومصطفى فتحي ورمضان صبحي طبعا كان غايب النهارده. فكان مستر فيريرا قافل نص الملعب كويس جدا ومكثف اللعيبه اللي في نص الملعب. زي ما قلت لكم لعب بثلاثه عندهم القدرات الدفاعيه اللي هو دونجا وروقه وسيف جعفر، وثلاثه قدام مصطفى شلبي وسيف الجزيري واحمد سيد زيزو. يعني مباراه النهارده ما شفتش فيها فرص كتير للفرقتين. بيراميدز حاول يكسب عشان يقرب من الاهلي انه بينافس على الدوري. الزمالك عايز يقرب كمان، لكن كان النهارده الحرص كله من نادي الزمالك ان ما يخشش في جون. طبعا الفعاليه الهجوميه لنادي الزمالك ضعيفه جدا. حتى فيريرا حاول يعمل بعض التغييرات في الشوط الثاني، ونزل احمد بالحاج ونزل ناصر منسي واكتر من لعيب عشان يقدر يهاجم او يقدر يوصل لمرمى بيراميدز. لكن الشوط الثاني كله ما كانش فيه فرص للفرقتين، يعني ولا البيراميدز ولا للزمالك، كلها فرص. حتى باتشيكو مدرب البيراميدز نزل ابراهيم عادل عشان يقدر يعمل خطوره هجوميه في منطقه الهجوم بالنسبه لكن دفاع الزمالك كان قافل كويس جدا. والنهارده كان واضح جدا ان مستر فيريرا مش عايز يخسر. انا كان في تصريحات الفتره اللي فاتت يعني من ناحيه بيراميدز ان الزمالك فريق سهل وانه مش في حالته، ان الزمالك هيخسر بسهوله وممكن يخسر بنتيجه كبيره. لكن النهارده فيريرا قفل الملعب كويس جدا، دافع بشكل قوي جدا. زي ما قلت لكم قفل الثغرات، خلى حمزه المسوس ناحيه اليمين، قفل على ناحيه الشمال بتاعه بيراميدز. الناحيه الثانيه عبد الشافي، ونزل مكانه فتوح في الشوط الثاني عشان ينشط شويه. نص الملعب كان قافل كويس. لكن المشكله في الزمالك دلوقتي النواحي الهجوميه، مفيش فاعليه هجوميه خالص لنادي الزمالك، كلها كور عرضيه كور ثابته، لكن مفيش فرص حقيقيه ومفيش خطوره لنادي الزمالك. حتى لما الزمالك لعب، لما ناصر منسي نزل، وبقول لكم احمد بالحاج وحاول يزود مستر فيريرا عشان يخطف الهدف، لكن ما شفناش اي فاعليه او خطوره هجوميه لنادي الزمالك. خساره التعادل النهارده للزمالك يعتبر يعني انا شايفه مش مفيد، زي الخساره ان الزمالك بيبعد اكتر عن الاهلي متصدر الدوري. ولسه كمان الاهلي ليه حوالي 3 4 لقاءات مؤجله، لو الاهلي كسبهم هيفرق بفرق كبير جدا عن الزمالك. بيراميدز النهارده كان عايز يكسب عشان يقرب زي ما قلت لكم، لكن طبعا يعني المباراه زي ما قلت لكم كانت مقفوله، وكان في قلق من الاثنين مدربين باتشيكو وفيريرا ان حد يخسر، فكانوا يعني مهتمين رقم واحد بالنواحي الدفاعيه. غياب شيكابالا غاب ليه النهارده؟ شيكابالا بعد ما الفريق رجع من تونس، لما الزمالك كان بيلعب الترجي في تونس، شيكابالا غاب التدريبه الاولى بعد عوده الفريق من تونس. يعني اول ما الفريق رجع من تونس كان خدوا يوم اجازه، وبعدين التدريبه اللي بعديها اليوم اللي بعديه كان مفروض في تدريب، فشيكابالا غاب عن التدريب. فطبعا مستر فيران انتوا عارفين يعني ما بيحبش الحاجات دي خالص، عدم الالتزام او الغياب عن التدريب، وبالتالي تم استبعاد شيكابالا من التدريب. شيكابالا طلع كلام ان هو عنده نزله برد، لكن لا، هو شيكابالا ما عندوش نزله برد. شيكابالا النهارده مش موجود في المباراه، خارج قائمه مباراه الزمالك وبيراميدز بسبب غيابه عن تدريب نادي الزمالك بعد عوده الزمالك من تونس بعد مباراه الترجي التونسي. كابتن اسماعيل يوسف النهارده ما كانش موجود على الدكه. ليه؟ حصل مشاده ما بينه وما بين احد المسؤولين في نادي الزمالك من يومين، والمسؤول ده خد قرار ان كابتن اسماعيل يوسف ما يكونش موجود على دكه بدلاء نادي الزمالك ويمارس يعني مهامه. النهارده المفروض المدير الكره بيقعد على دكه البدلاء، ولكن بعد المشاده مع احد المسؤولين في الفريق المسؤول قرر عدم وجود كابتن اسماعيل يوسف مع الفريق على دكه البدلاء. النهارده المستفيد من تعادل الزمالك وبيراميدز
الاهلي. كل الفرق لعبت لصالح الاهلي، كل الفرق المنافسه اللي بتنافس على بطوله الدوري لعبت لصالح الاهلي في اللقاءات. الاسماعيلي فيوتشر اتعادل مع الاسماعيلي 0-0، والزمالك اتعادل مع بيراميدز، وبالتالي الاهلي هو المستفيد من نتائج ماتشات النهارده بدون ما يلعب، لان الاهلي عنده مباراه مع القطن الكاميروني، فالاهلي هو المستفيد، ويعني الامور بتتسهل لصالح النادي الاهلي في بطوله الدوري حتى والاهلي ما بيلعبش ماتشات في الدوري. موضوع سيف الجزيري، عندي موضوعين هتكلم فيهم. موضوع سيف الجزيري مع الافريقي التونسي، طبعا حق الرعايه والكلام ده موضوع بسيط، مبلغ معين هيدفع 800,000 اعتقد هيدفعوا للنادي الافريقي التونسي، هو مبلغ بسيط مش دولار، 800,000 جنيه هيدفعوا النادي الافريقي التونسي. الموضوع هينتهي عشان بس ما يعني الناس ما تحسش ان في مشكله كبيره وايقاف القيد لنادي الزمالك 3 فترات، لا هو مبلغ هيدفع 800,000 جنيه او 850,000 جنيه بالظبط، يعني هيدفعوا النادي الافريقي التونسي. الزمالك بس يخلص قصه الحجز على الارصده والكلام ده، وهيتم تحويل المبلغ ومش هيبقى فيه مشكله لنادي الزمالك ان شاء الله. النهارده كمان يعني فوجئت بعد المباراه ببعض الجماهير، قله من الجماهير قاعده في المقصوره الرئيسيه بتشتم لعيبه الزمالك. طبعا يعني لعيبه الزمالك بتحاول تبذل قصارى جهدها في الفتره الحاليه، واتمنى ان الجمهور يقف مع اللعيبه، ان دايما جمهور الزمالك بيقف مع اللعيبه بشكل كبير جدا. فيعني عايزين نقف جنب الفريق، ان الزمالك كمان مقبل على 3 ماتشات مهمه جدا في بطوله دوري ابطال افريقيا. مباراه الترجي القادمه هي المباراه الفاصله، وعلى فكره يا جماعه الزمالك لو يعني ادى بشكل مميز في بطوله افريقيا او لعب زي ما لعب النهارده امام بيراميدز ممكن يعمل نتيجه كويسه امام الترجي، بس طبعا يبقى في شويه فاعليه هجوميه باذن الله في الماتشات القادمه. فعايزين يعني نقف جنب الفريق بشكل كبير جدا، فريق الزمالك في الفتره الحاليه، بدايه من مباراه الترجي، ان الزمالك عنده الترجي في مصر، وعنده في الاخر المريخ السوداني في مصر، عنده ماتش شباب بلوزداد في الجزائر. لو الزمالك قدر يكسب ال3 ماتشات دول يصعد الى دور الثمانيه. فاتمنى ان جمهور الزمالك دايما واقف جنب فرقته، بس انا بتكلم على القله اللي كانت في المقصوره اثناء خروج اللاعبين من الملعب، حصل هتافات يعني وشتايم كتيره ضد اللعيبه. اتمنى ده ما يحصلش، ونقف جنب الفريق في الفتره الحاليه عشان ان شاء الله الفريق يتخطى ماتشات افريقيا. و3 ماتشات اللي انا بقول لكم بدايه من مباراه الترجي القادمه ان شاء الله 3 ماتشات، ولو لعيبه الزمالك ركزت والجماهير ان شاء الله تآزر الفريق في الماتشات اللي جايه ان شاء الله يقدر الزمالك يعدي باذن الله. بشكركم ونتقابل على خير.